لو حاسس انك عادي فسهل انك ما تكونش عادي. اسمع الفيديو ده وانت تعرف ازاي. اهلا يا بشر، انا علياء، ودي الرحلة بنتكلم فيها عن كل حاجة بتساعدنا نتعرف على نفسنا ونعبر عنها ونطور من نفسنا ومن الحياة. فلو مهتمين بنوع المحتوى ده تابعوني. عاوزة بس اخلي حاجة كده واضحة وصريحة من البداية. معظم الناس مش عايشة. انا عارفة السوشيال ميديا الفترة دي خلتنا نقارن نفسنا بالاكستريمات، اللي هو الناس اللي عايشين اوفر فاكرين الحياة كل الناس كده، بس غالبية البشر بجد مش عايشة. غالبية البشر بائسة للأسف، بس دي الحقيقة. ماشيين في دوائر هما مش راضيين عنها، بيقوموا يشتغلوا شغل مش حابينه. فغالب البشر فاقدة البوصلة، طاقتها متوجهة لغيرها. زي ما انتي بتعملي في نفسك كده وبتقعدي تقارن نفسك بالشخص ده اللي وصلت، ده البلوجر دي، انتي واخدة طاقتك وعطاها لحد تاني يعيش هو بيها. بتديله طاقتك وانتباهك في الدنيا، هو بيستفيد منها، وبتديله في الآخر حسناتك، فبتساعديه يعيش حياته في الدنيا أحسن، وبتساعديه يدخل الجنة وانتي عايشة حياة بائسة. فمعظم الناس كده، معظم الناس اي حدث يحصل بص العصفورة، كلهم يبصوا العصفورة. محدش بيقول لا مفيش عصفورة، ايه العبط ده، لا كله بيبص على العصفورة. فدي غالبية الناس. لازم نخلي ده واضح وصريح من البداية عشان نعرف ايه المستوى اللي احنا بنتنافس معاه. لو انت عاوزة ما تكونيش عادية، عشان كده دخلت الفيديو ده، فسهل ان انت ما تكونيش عادية. اولا انتباهك لنفسك كده، ما تبقيش عاملة زي القطة اللي بيلعبوا لها بالليزر كده، تروحي على اي حاجة بيودولك انتباهها ليها. فدي اول خطوة، نقعد مع نفسنا ونقرر انا مش هدي انتباهي ووقتي وطاقتي لحد تاني. مفيش حد يستاهل وقتي وطاقتي وانتباهي. دي حاجات قيمة، دي الحاجات اللي هتتبني عليها حياتي في الدنيا وهتتبني عليها اخرتي. بدل ما كنتي بصيتي على كذا كنت ممكن تعملي حاجة لنفسك. فده اول خطوة. وطاقتي ليا دي معناها ان مفيش الناس اللي بتستنزف طاقتي في حياتي. صاحبتي اللي بتقعد تحكي لي عن حياتها بس، ولما اجي اتكلم ما بتدينيش انتباه، خلاص انتهى الموضوع ده. ده كان زمان لما كانت طاقتي متاحة للجميع. الشخص اللي انا بتابعه على السوشيال ميديا ده كان زمان لما طاقتي كنت بديها لأي حد. الممثل اللي بقعد اتابعه ده كان زمان، لازم تفضلي تقولي لنفسك كده. الناس التوكسيك ده كان زمان، انتهى. ده لما ما كنتش عارفة ان طاقتي مهمة، بس انا قررت اعرف ان طاقتي مهمة. الاول هنفيك until we make it، زي اي حاجة بنزيفها في البداية عشان احنا مش متعودين عليها. مع التكرار والوعي هيبدأ فعلا ده طاقتي فعلا مهمة. الاول كنت بعملها كده فيك، هو طاقتي مهم بس انا اصلا نفسي اروح هناك. خلاص في البداية بس هنزيف الموضوع، مع الوقت ومع الوعي هيبقى حقيقي. هنبدأ فعلا نقدر طاقتنا. محدش يستاهل جزء من طاقتنا غير لو في رايح وجاي، على الأقل بسيط. في علاقات غير مشروطة زي أهلك مثلا، هم أصلا اوريدي عطونا كل حاجة من البداية، يعني هم سبب وجودنا. مهما كان أهلك على الأقل المودة. تاني حاجة، نبدأ بقى طاقتي ليا. فأنا عندي طاقة دلوقتي أعمل بيها إيه؟ حاجات بسيطة. لو عملت رياضة وكلتي أكل صحي وصليتي صلاتك في وقتها، أنت تفوقت على معظم البشر. معظم البشر ما عندهاش علاقة مع ربنا، ما عندهاش علاقة مع جسمها، مع نفسها. لو عملتي دي بس كده، لو قررتي تتنفسي بعمق 10 دقايق في اليوم، أنت تفوقت على معظم البشر. لو قررتي تدي انتباهك وتعملي ضميرك سنة زيادة في شغلك، تفوقت على معظم البشر. انت كده عديتي من ليفل واحد، او الليفل انت عديتي منه. فلو حسيتي مرة ان انت مكسلة ومش قادرة، هتفكري نفسك هو معظم الناس هتعمل كده؟ لا خلاص يلا هعمل كده. في فكرة بقى ان انت طلعتي من الليفل الاولاني بتاع المعظم، يعني هي عاملة زي الهرم. كل مستوى ليه متوسط. المتوسط الاولاني كانت الحاجات البسيطة، اللي هي تعملي رياضة، تاكلي اكل صحي، تنامي بدري، تصلي صلاة في وقتها، تتنفسي بعمق. بجد اصلا مجرد الحاجات دي هتحسن حياتك اوفر، مش هتبقي زي معظم الناس. هي نظرة توكسيك بصراحة ان احنا نبص الامور اللي هو انا مش زي معظم الناس، بس دافع في البداية مش مهم. هتبداي بقى تدخلي مرحلة جديدة فيها المتوسط مختلف، فتحتاجي تعلي بقى. فكل مرحلة بتحتاجي تعلي تعلي تعلي. فدي السلبية في الموضوع، لان الدافع الاساسي من الحاجة اللي احنا بنعملها هو المقارنة والشعور بالكفاية وعدم الكفاية. فلو فضلتي تعملي كده هتفضلي دايما تاخدي من نفس النية تاني، شعور عدم الكفاية تاني، محتاجة اعلي تاني، ومفيش نهاية للسقف ده. فده بداية كويسة، ده كدافع بدائي. ولكن بعد كده محتاجين نخلص البنزين السلبي بتاع المشاعر السلبية اللي احنا متعودين عليها طول حياتنا، ونبدأ نعمل بنزين ايجابي. يعني ايه الكلام ده؟ معظم الناس طول حياتها بتتغذى على المشاعر السلبية لان هي متعودة عليها، ولان هي اسهل. بتتغذى على الغضب، على الذنب، على عدم الكفاية. دي مشاعر بتحركها بشدة. فالمهم في اللحظة دي ان احنا نكون واعيين ايه نوع المشاعر
والبنزين الاساسي من المشاعر اللي بيحركني، ولو هو سلبي فانا هستخدمه كدافع بدائي ان هو يحركني لقدام، ولكن بوعي مني، فانا بخلص وفي نفس الوقت بملى من الشعور الايجابي. يعني انا الوقت طويل كان الدافع بتاعي شعور عدم الكفايه، ولسه موجود لحد دلوقتي الى حد ما، ولكن انا واعيه ليه، فدلوقتي هو مش بيحركني، انا بستخدمه في بعض الحاجات كدافع بدائي. لكن في نفس الوقت سالت نفسي طب انا لو تخليت عن شعور عدم الكفايه ده هحس بايه؟ لقيتني خايفة اتخلص من شعور عدم الكفاية، لان انا متعودة ان هو اللي بيخليني اعيش. طب انا لو خلصته دلوقتي هيكون الدافع بتاعي ايه؟ مش هيكون عندي دافع، مش هعمل حاجة، مش هعيش. فكنت خايفة ان انا افقد حياتي وذاتي معاه، لان دي كل حاجة انا عرفتها. قعدت مع نفسي قاعدة كده وتخيلت ان خلاص انا حاسة بالكفاية بشكل مطلق. مع شعور الخوف ده لقيت في شعور جديد بدأ يطلع، شعور الفضول. واحدة واحدة لقيتها طب انا هيكون عندي فضول، عاوزة اجرب حاجات في الحياة، عاوز اعيش ده، عاوز اعمل ده. فلقيت ان في دافع جديد كان في الخلفية كده، هو كان دايما موجود بس انا مكنتش واخدة بالي منه، لان انا كنت مركزة على السلبي بس وعدم الكفاية. ان في فضول، لو انا عدم الكفاية انتهى يبقى عندي فضول، الفضول ده يخليني بستمتع. يبقى الدافع الجديد هو الفضول والمتعة. بس عشان انا كنت متعودة على عدم الكفاية فهو الشديد اللي بيحركني قدام كتير 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 لانه مؤلم، لكن ده شعور برضو خفيف ومش عارفة ايه. فلما وعيت للموضوع بدأت ماشي انا هستخدم ده في البداية وهحاول اخلص منه واحاول ادخل ده في الصورة شوية. ابدأ ادخل شعور المتعة الفضول واحدة واحدة. مع الوقت ده بدأ يقوى شوية، ده بدأ يضعف شوية. ممكن وصلنا دلوقتي لحيز متساوي كده، بس انا بنوي يعني ان شاء الله مع الوقت ان انا ده يخف اكتر ويكون هو اللي في الخلفية بقى، وده اللي يطلع قدام وهو الفضول والمتعة. فنوع المشاعر بتاعتك مهمة جدا، لان بوعي او بدون وعي منك، لو مثلا الانسان الغضب هو اللي بيحركه، هو اتعود على الغضب خلاص ومش واعي للقصة دي، فهيفضل ياخد من الغضب ولما يخلص هيعمل في حياته احداث تخلي الغضب يزيد او الشعور الذنبي يزيد، وعي او بدون وعي. تلاقي واحد كده بيتغذى على المشاكل، لان هو بيتغذى على المشاكل حرفيا. هو لو فقد المشاكل هيفقد الغذاء بتاعه، هيحس ان هو هيموت لان هو مش واعي. بس طالما الانسان واعي فالقوه بدات تبقى في ايديه. فدي حته مهمه جدا جدا جدا، اتمنى ان انتوا تكونوا استوعبتوها، مهمة ولازم تبدأوا تشتغلوا عليها، وانا معاكم بشتغل عليها. طب ماشي، اعرف ازاي بقى بعد اللي عملته ده ان انا ماشي صح؟ البطء. بحس البطء هو اللي بيتحدى المشاعر السلبية والخوف. كل ما تبقى بطيء تبقى حاسس ان انت خايف، انا عاوز ابقى بسرعة، عارف اللي هو متسربع، ده خايف. فكل ما تلاقي نفسك متسربع تيجي واخد نفسك واقع، الحياة قدامي، الوقت اصلا مش حقيقي، لان الوقت مش حقيقي فعلا. انت في لحظة واحدة ممكن حياتك كلها تتغير، فهو مش بالوقت، ده حاجات تانية في الخلفية اكتر من الوقت. فاحنا اتفقنا على كذا نقطة دلوقتي. معظم الناس نايمة في الليفل الاولاني. لو عاوز تتفوق على معظم الناس سهل جدا تتفوق، بان انت تكون واعي وتاخد طاقتك ليك وتستخدمها في اللي انت محتاجه. تبدأ تعمل حاجات بسيطة، كل ما بتعلى الليفل بيعلى والمتوسط الجديد بيعلى. فدي دايرة ملهاش نهاية، مفيش مشكلة ان انت تمشي بدايرة ملهاش نهاية، ده دي الحياة، ان احنا نستمتع ونجرب فيها على قد ما نقدر. ولكن مهم برضو ان احنا نوازن المشاعر علشان ما نضيعش في ان احنا نوصل لاهداف خارجيه بس وما نعرفش نستمتع بيها. فعلا لو انت ما عطيتش نفسك تقف ثانيه تبص الحياه هتمشي منك وهتحس ان هي ضاعت منك برضو، حتى لو انجزت كل حاجه. المغزى، او والله بحس ده برضه اختيار شخصي، ممكن تبقى عاوز تبقى عظيم بدون حياة، وممكن تقل عظمة سنة بس تعيش حياتك، وممكن تبقى عظيم وانت عايش حياتك. كل الاحتمالات واردة وكل الاحتمالات ممكنة، بس لازم تبقى عارف ايه اللي انت اخترته، ولما تحصل على النتائج بتاعته ما تقعدش تتضايق. انا اخترت ده، اذا انا متحمل نتيجته. بس ده كان كده دردشة معاكم على السريع، ازاي تكون مش انسان عادي. سهل جدا تكون مش انسان عادي بجد. ممكن تستخدم الدافع التوكسيك بتاعي بتاع الفترة دي، اللي هو الانسان العادي هيعمل كده؟ لا، مضطرية اعمله بقى، اصلا انا مش عادية ومميزة وكده. دافع توكسيك بس مفيد. بس كده كان كل حاجة النهاردة، اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا. ولو عايزين محتوى زي ده تاني تابعوني، وهتلاقوا التيك توك والانستجرام بتاعي برضو كاتباه تحت في الوصف بتاع الفيديو. ولو عجبكم شاركوه واعملوا لايك وكل الحاجات دي، والى اللقاء.